وتصوروا ان هو في اقتراب اجله، فضلوا مراقبينه شهور لحد فعلا ما بدأ يموت وبدأ يحتضر. تعالوا نشوف هذه التجربة ونشوف وهم بيصوروا خروج روحه ونشوف النهاية عاملة ازاي. ادي القبور، ادي المنظر للقبور والموتى وهم بيتحيروا الحقيقة، مش عارفين يعملوا ايه ويفهموا سر الموت ازاي. شوفوا معلقين الموتى عندهم على الجدران بملابسهم، لابسين بدلهم او البلاطي بتاعتهم، و يعني تصورا منهم ان الميت ده ممكن يعني يعيش حياة اخرى، فيكون برضه بهدومه ويكون شكله ظريف. شوفوا منظر الموتى، سبحان الله العظيم، منظر مؤثر والله يا اخواني. يعني شوفوا كل الموتى اللي على الحيط دول كان ليهم مكان عند أقوامهم وكان ليهم أثر عند أولادهم، ولكن الآن خلاص. بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي، والأهل أين حنانه. ده الرجل اللي هم اختاروه المريض علشان يعملوا عليه التجارب، يقول لهم أنا عندي آلام شديدة في بطني، وعنده يقول تعبت، الدنيا كلها تعب وشقاء. الوقت طبعا بيمر والأسابيع بتمشي، وكذلك الشهور بيدوروا يا ترى حركة القلب هي اللي فيها الروح ولا، عمالين يتساءلوا وعمالين يبحثوا. هنا الرجل بدأ أموره يعني تزداد سوءا وبينحدر تجاه نهايته. وهنا بقى وقت الاحتضار وخروج الروح. شوفوا عينيه وشوفوا طريقته وشوفوا شحوب وجهه. سبحان الله العظيم. هنا وهو بيخرج الروح فعلا، سبحان الله، منظر صعب. طبعا احنا ما رضيناش نجيب لكم. هنا بقى صوروه وهو بيخرج الروح. لاحظوا ايه؟ لاحظوا ان الايدين بتبدأ تبرد ويخرج منها الطاقة والسخونة والحرارة، وبدأ الجسم كله يبرد. شوفوا، ولكن بيبدأ الجسم يبرد من القدمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروح تخرج من القدمين ثم بقية الجسد، الركبتين، الفخذين، البطن، الصدر، إلى أن تخرج الروح من الرأس، من عند العين. شوفوا ازاي. ايه اللي بيتصور ده دلوقتي؟ الطاقة، السخونة، كل الطاقة بتخرج، كأن الروح إذا خرجت من مكان بتبرده، والطاقة اللي فيه